إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. أيوب الكعبي 3 مقابل هدف. المنتخب المغربي يحصد 6 نقاط، يبقى في صدارة هذه المجموعة، يقترب خطوات كبيرة من التأهل إلى الدور القادم. نذكركم مشاهدينا بأهداف هذه المباراة كاملة، ال4 أهداف. في الشوط الأول المقدمة كانت للمنتخب المغربي في الدقيقة 27 للاعب الكبير أيوب الكعبي، نجم هذه البطولة حتى الآن بلا منافس، الذي تقدم المنتخب المغربي في الدقيقة 27 بضربة رأس، ولكن سرعان ما عاد المنتخب الغيني من هجمة رائعة وسط حراسة وتمركز دفاعي سيء من المنتخب المغربي عن طريق اللاعب بيسيري في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف مقابل هدف بين المنتخبين. وكان المنتخب الغيني رائع حتى هذه الدقيقة، أي في الدقيقة 64 استطاع اللاعب أيوب الكعبي من خطأ دفاعي فادح من لاعبي المنتخب الغيني أن يقتنص الهدف الثاني. بعده طبعا انهار المنتخب الغيني تماما، ومن جديد عاد أيوب الكعبي نجم البطولة بلا منافس حتى ل5 أهداف اليوم، 3 أهداف في المباراة السابقة هدفين، وهذه الانطلاقة وتمريرة ولا أروع إلى الكعبي الذي سجل ثالث الأهداف في الدقيقة 68 لينهي المنتخب المغربي هذه المباراة ب3 أهداف مقابل هدف. وأيوب الكعبي 5 أهداف حتى الآن في قمة وصدارة هدافي هذه البطولة. الترتيب المؤقت للمجموعة قبل انطلاق المباراة القادمة: المغرب في الصدارة 6 نقاط، السودان 3 نقاط، غينيا بدون رصيد، وموريتانيا بدون رصيد من النقاط.